الإفطار يكون بأشياء طبيعية، تمر، ربما ماذا بينا حليب طبيعي. بالنسبة للوجبة تكون طبعا فيها خضر، سلطة، حساء متنوع، يمكن أن يكون حساء كما نقولوا احنا الفريك، حساء الخضر. الطبق الرئيسي طبعا ماذا بينا نكثروا فيه الخضر حسب الإمكان والمستطاع. بالنسبة لكمية البروتينات طبعا تكون بالمعقول وتكون أقل دهون ممكنة. إذا كان قسم الإنسان الوجبة تاعو على مرتين، يقول لك ناكل شوربة ولا سالاد اون بروميير طون، بعد لو دوزيام بلا ابري التراويح، يعني يكون هي فكرة خاطئة. يستحسن أن الإنسان يأخذ الوجبة المتوازنة تاعو مرة واحدة، والسهرة هذه نخلي الإنسان روحو فيها خفيف باش ما يعرقلش عملية كما نقولوا الصيانة أثناء النوم، لأنه الإنسان لما يأكل في السهرة وجبات ثقيلة صدير كما نقولوا احنا يروح يرقد مباشرة، هذيك المواد اللي تناولها كلها تخزن في الجسم على شكل دهون وتزيد في الوزن تاعو وتأثر عليه. اللي حاب يصوم صيام صحي ماهيش إجبارية، يكفي أنه الإنسان يتناول وجبة فطور صحية، عنده سحور تاعو من بعد نورمالمون كافية جدا. العادة جرت أن الإنسان يتناول كمية كبيرة من السكريات، وهي عبارة عن شغل مواد غير صحية غنية بالطاقة، غنية بالسعرات الحرارية، سكريات، دهون. يستحسن أن تكون الأمور هذه بكميات جد قليلة وليست بصفة متكررة، ماهيش كل يوم. البديل الصحي يكون عبارة عن مشروبات صحية، ربما الشاي الأخضر، ليتيزان، بعض المكسرات. تكون يعني متأخرة أقصى شيء ممكن. لابد أن تزود الإنسان بالسكريات البطيئة، يكون فيها كمية من الألياف على شكل فواكه. السكريات البطيئة طبعا احنا المشهور عندنا هو الكسكس. الكسكس يستحسن أن يكون بالخضر، إذا كان كسكس تاع الزبيب يكون بكمية يعني جد قليلة. السوائل، لابد الإنسان من أذان المغرب حتى السحور لابد أن يتناول أقل شيء لتر ونصف إلى لترين من السوائل حتى يعوض كمية الماء اللي المفقودة خلال يوم الصيام الطويل. شهر رمضان دار الله سبحانه وتعالى من أجل تخليص الجسم من السموم التي يجمعها الإنسان خلال 11 شهر. دونك ماذا به الإنسان يخلي هذا الشهر الفضيل فرصة لتصفية الجسم من كامل هذه السموم. والشيء المناسب طبعا يكون بتناول أغذية صحية ومتوازنة خلال وجبة الإفطار. معناها السلوكات السيئة اللي نشوفوها يعني منتشرة كثير من اقتناء مختلف الحلويات والمواد كثيرة الدهون والمشروبات الغازية الغنية بالسكريات والمضافات الغذائية، هذه كلها يعني لا علاقة لها بالصوم الصحي. أهلا بكم. المراجعة تستلزم التركيز، النشاط والقوة، عناصر مصدرها التغذية، لكن كيف لنا أن نوفر التركيز، النشاط والقوة خلال ساعات الصيام، خاصة بالنسبة للمقبلين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا؟ فترة الصيام تمتد لأكثر من 15 ساعة، فما هي الأطعمة المفيدة؟ وكيف يتم تنظيم الوجبات حتى يستفيد الجسم منها؟ ومتى يكون المخ في أقصى قدراته للاستيعاب خلال فترة الصيام؟ الأغذية المفيدة وتنظيم ساعات النوم هما مفتاح الإجابة. خلال شهر رمضان يجب تناول الأغذية المفيدة في الوقت المناسب حتى يستفيد منها الجسم. يستحسن الإفطار على التمر وأخذ وجبة متوازنة غنية بالبروتين والابتعاد قدر الإمكان عن الدهون. لماذا؟ لأن الإكثار من الدهون وتناول وجبة ثقيلة يشعر بالانتفاخ، الأمر الذي لا يساعد التلميذ بعد ذلك على المراجعة.
ينصح المختصون بشرب الكميات اللازمة من الماء والعصائر الطبيعية بين الإفطار والسحور لتفادي الجفاف وخاصة تفادي الصداع أثناء المراجعة. تأخير وجبة السحور سنة حميدة تساعد التلميذ على تعويض وجبة الفطور الصباحية. ينصح بتناول الأطعمة بطيئة الامتصاص التي تمد الجسم بالطاقة التي تمكن من المراجعة فيما بعد. نجد هذه الأطعمة في القمح، الشوفان، العدس، الدقيق الكامل ومختلف الحبوب والبقوليات. من بين الأغذية ذات الفائدة الطاقوية التي تساعد على استذكار المعلومات والتركيز نجد المكسرات التي تحتوي على العديد من الأحماض الأمينية، كما يحتاج المخ إلى زيت الأوميغا 3 والذي نجده بالأسماك وزيت الزيتون. تعمل الفيتامين سي على تنشيط الجسم، لذلك يستحسن تناول البرتقال أو اقتناء كبسولات الفيتامين المتواجدة بالصيدليات. ينصح باستبدال الحلويات كالزلابية وقلب اللوز بالفاكهة كالتمر، الموز والتفاح لاحتوائها على الألياف، ما يحمي الطلاب من الإصابة بالإمساك. إلى جانب التغذية المناسبة والصحية، يؤكد المختصون على ضرورة الاهتمام بساعات النوم، لأن أغلب الناس لا يحترمون ساعات النوم اللازمة للجسم خلال شهر رمضان، الأمر الذي يدعو المختصون إلى تفاديه خاصة بالنسبة للمقبلين على الامتحانات. قلة ساعات النوم تؤثر على مردودية التلميذ أثناء المراجعة، كون الدماغ ينشط بشكل كبير أثناء النوم، مما يعني أن الوقت الذي ينام فيه التلميذ المقبل على الامتحان ليس ضائعاً، بل يمكن الاستفادة منه في حفظ وتخزين المعلومات بالذاكرة. أشارت دراسة بريطانية نشرت في مجلة ديلي ميل أن المراجعة قبل النوم مباشرة تساعد التلميذ على استحضار المعلومات، وأن النوم يضاعف فرص تذكر المعلومات. كما ينصح المختصون التلاميذ أن لا تتجاوز مدة المراجعة 45 دقيقة، لأن المخ لا يستطيع التركيز بعد هذه المدة، ويستحسن أن يتم الفصل بين الجلسة والأخرى بفترة استراحة لا تقل مدتها عن 10 دقائق. خلال فترة الصيام يجب التقليل من المجهود البدني واستغلال الوقت في الراحة لعدم الشعور بالعطش. وبالنسبة للمعتادين على ممارسة الرياضة فيحبذ أن يترك ذلك لفترة ما قبل الفطور مباشرة. إذا كان أولادكم مقبلون على اجتياز الامتحانات أو كانوا أثناء فترة المراجعة، فتأكدوا من تناولهم لوجبة السحور التي تمدهم بالطاقة اللازمة، واحرصوا على تحضير الغذاء الصحي المتوازن الذي ينفعكم طيلة ساعات الصوم. صح فطوركم وتبقى صحتكم بخير. قد يظن الكثير أن استهلاك السكريات خلال شهر رمضان يشكل خطراً على مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة، غير أن المختصين يحذرون من كون الخطر يحدق بالأشخاص السليمين، إذ أن الإفراط في تناول السكريات المتوفرة في رمضان قد يكون العامل المحفز لظهور المرض. الدراسة اللي قمنا فيها 2017 صبنا تقريبا 10% من الجزائريين عندهم ابريتابل، وهذا الابريتابل هو يعني فترة قصيرة، لو كان ما يكونش يعني نمط معيشي سليم يقدر يجوز ويولي مريض يعني بداء السكري. فلهذا ما نخليوش رمضان يكون يعني فيه خلل يخلي سواء يظهر داء السكري أو مرض آخر أو ظهور مضاعفات. المصابون بالسكري من النوع الثاني معرضون لنفس الخطر. تناول الأطعمة دون استشارة طبية قد تؤدي بهم إلى الإصابة بالسكري من النوع الأول الذي يلزم المريض التقيد بجرعات الأنسولين. الخطر ماهوش فقط على الإنسان اللي يصوم، أو خطر حتى على اللي ما يصومش، لأنه في رمضان البيت معمرة بأكل، معمرة حلويات، معمرة أشياء عمرنا ولا نشوفوها غير في رمضان. فمريض السكري حتى ولو لم يصم في البيت كاين أشياء كثيرة ومغريات كثيرة رايحة تؤدي به ممكن إلى تعقيدات. دونك هذا لازم المشكل الناس إخواننا المواطنين. احنا تكلمنا على السكري لأنه نسبة الخطورة كبيرة بزاف، بصح الخطورة موجودة حتى عند الناس اللي ما عندهمش السكري. التقيد بإرشادات المختصين باحترام النظام الغذائي السليم تحمي الصائم من المضاعفات الصحية حتى لا تتحول فائدة الصيام على الجسم إلى مضرة. في شهر رمضان يعود الحديث عن قلة ساعات النوم عند الكثير من الصائمين،
خاصة الطلبة والموظفون الذين يتوجب عليهم الاستيقاظ باكراً. كنت ما نرقدش، كنت شوية مضطرب في النوم، درت حادث قريب مت. أنا في لابيريود تاع لي زيكزامان ودوكاتيك وجاو مع رمضان، بون نقرا جو بريفير نقرا في الليل باسكو مع الصباح هذيك تنوض طافي وتنوض عيان وقاعيتك وماشي شابع نعاس. المختصون في طب النوم يفسرون العلاقة بين قلة ساعات النوم ونقص مردودية الفرد في نشاطه اليومي. لو سيكل تاع النوم هذاك رايح يكون مقطع، دونك يأثر سلبيا على لا كاليتي تاع الانسان، كيفاش يكون في النهار، يكون نعسان، يكون مقلق باسكو خاصو النوم. الافضل انه الانسان كي يكمل التراويح نتاعو يدخل للدار ماذا به يرقد قبل السحور، ومن بعد كي نوض للسحور نعاود نولي باسكو دوك السحور 4 تاع الصباح، دونك نقدر اوسي نزيد نعوض شويه باسكو المهم ما نرقدش قل من 6 سوايع. اضطراب الساعة البيولوجية للصائم خلال شهر رمضان أمر طبيعي. الأطباء ينصحون بالنوم باكراً إضافة إلى التعرض لضوء الشمس الذي يساعد على مقاومة النعاس. إذا كان الإنسان ما شبعش النعاس، ما رقدش مليح لافاي، وكان لازم ينوض يخدم ولا يروح يقرأ، لازم يعرف بليك لازم يعرض روحه للضوء، ما لازمش تكون لوبسكوريتي، يفو ايفيتي يلبس النظارات الشمسيه ويخرج لبرا باش يحبس افراز الهرمون النعاس اللي هو الميلاتونين من طرف الساعه البيولوجيه. شهر رمضان له فوائد صحيه على جسم الصائم، والحفاظ على عدد ساعات النوم الكافيه يضمن التاثير الايجابي لهذا الشهر الفضيل على صحه الصائم. 40 إلى 45 وفاة تسجل يومياً بسبب التدخين، و95% من المصابين بسرطان الرئة مدخنون. أرقام صادمة ومرشحة للارتفاع مع زيادة استهلاك التبغ. الأخصائيون يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون على ضرورة استغلال شهر الصيام للإقلاع عن التدخين. الإنسان لما يصوم راح يحبس من التدخين ساعات عديدة في اليوم. إذا كان الإنسان عنده هذه الرغبة باش يحبس التدخين يمكن يستعمل رمضان باش يحبس التدخين، لازم تكون عنده الرغبة. إذا كان ما عندوش هذيك الرغبة وغير أذان تاع المغرب يروح يجري حاجة الأولى اللي يديرها ياخذ السيجارة، هذا صعيب عليه باش يحبس من التدخين. أنا لاحظت في العمل تاعي، لاحظت باللي الناس مثلا اللي يديروا مشكل تاع لانفاركتوس دو ميوكارد هما مدخنين، لما يدير السكتة القلبية هذيك ولا الجلطة القلبية وعندها سبب بالتدخين، الحاجة الأولى اللي يديرها الإنسان يحبس التدخين ويحبسه دو جور لوندومان. يعني لماذا؟ لأنه حس الخطورة هذه. تقع الكارثة حين لا ينفع الندم. أغلب المتواجدين هنا بمصلحة الأمراض التنفسية يعانون من تعقيدات صحية متفاوتة الخطورة، والسبب التدخين. قبل ما ندخل لهنايا كانت عندي واحد سمانة ثاني واحدة أخرى، كنت مريض، كنت مازال ما لقيتش بلاصة باش ندخل للسبيطار. من ذاك النهار ما زدتش تكيف، يقبضني درك راسي منين ذاك وكاع، بصح انا لازم تحمل. ان شاء الله ربي يعفو على جميع المؤمنين، ان شاء الله واحد كاع يفيتي الدخان هذا كاع باسكو ما عنده حتى منفعه، فريمون ما عنده حتى منفعه في هذيك اللحظه هذيك تاع نيكوتين مونك دو نيكوتين والاخر، بصح من بعدك ما كاين والو. واحد يقدر يحبسوا شهر شهرين كدا يزير شويه ومن بعدك ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ربي يعفو علينا كاع. تطبيق العقوبات الصارمة على المدخنين بالأماكن العمومية ورفع الضرائب على التبغ وسائل تساعد للحد من تزايد الاستهلاك في الوقت الذي تمثل فيه إرادة المدخن في الإقلاع عن التدخين المخرج الوحيد. أهلا بكم. هل تعلموا أن المعدة تعودت طيلة شهر رمضان على النوم؟ بمفهوم علمي، تعود الجهاز الهضمي على النمط الغذائي الرمضاني القائم على الراحة لأكثر من 15 ساعة. فكيف يتم الانتقال من نظام الراحة الذي تعودت عليه المعدة إلى نظام العمل الطبيعي الدائم بعد شهر من الصيام؟ من بين الأخطاء الشائعة التي تنتشر خلال أيام العيد الإسراف في تناول الحلويات، سلوك قد يشكل خطراً على صحتنا. فالإفراط في تناول الحلويات قد يسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم، والجميع يعلم أن الحلويات الجزائرية كالمقروط والشراك والعرايش مشبعة بالسكر والعسل والطلاء المحلى.
والتناول المفرط لها قد يتسبب في مضاعفات صحية خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. من العادات الجزائرية خلال أيام العيد تحضير الأطباق التقليدية التي تسبب عسر الهضم كالكسكس، البركوكس، الشخشوخة والرشتة وغيرها من الأطباق الثقيلة على المعدة. ينصح المختصون بالابتعاد عنها قدر الإمكان، ولو أقبلنا عليها فليكن ذلك دون إفراط. عكس ذلك قد يهمل العديد تناول الوجبات ويكتفون بتناول بعض الحلويات. يحتاج جسم الإنسان إلى 1200 إلى 2500 سعرة حرارية حسب وزن الجسم والنشاط البدني، وينبغي الحصول على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم من فطور الصباح، الغذاء والعشاء. تماماً مثل ما يتم تهيئة المعدة عند الإفطار بتناول الحساء ثم الطبق الرئيس، بعد شهر الصيام يتم تهيئة المعدة على النظام الغذائي الجديد بصفة تدريجية للحفاظ على المعدة والأمعاء خلال هذه الفترة الانتقالية. إعادة تنظيم مواعيد الطعام تبدأ بفطور الصباح كإنذار للجسم للعودة إلى النظام الغذائي الطبيعي، فيعود الجسم إلى إفراز العصارات الهاضمة بشكل طبيعي. في وجبة الغداء يجب تفادي الدهون واللحوم الحمراء والمقالي والعجائن، ويفضل تناول السلطة ووجبة غذائية خفيفة تحتوي على عناصر غذائية متوازنة، والأطعمة الغنية بالألياف لضمان المرور الصحي للأغذية بالجهاز الهضمي دون حدوث عسر في الهضم. تعودنا خلال شهر رمضان على العطش، لهذا يجب أن لا نغفل عن شرب الكميات اللازمة من الماء خاصة في فصل الصيف، أين يجب أن نتناول من 2 إلى 3 لترات من الماء يومياً. يجب شرب الماء والعصائر الطبيعية وتجنب المشروبات الغازية. احرصوا على تقليل قدر الإمكان من تناول حلويات العيد وعدم إجهاد المعدة بتناول حلويات تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات. ينصح المختصون بتناول الوجبات الرئيسية خلال أيام العيد في أوقات قريبة من أوقات السحور والفطور حتى لا يشعر الجسم بالتغيير المفاجئ في مواعيد تناول الطعام. من بين أكبر الفوائد التي يخرج بها العديد من شهر الصيام التقليل من التدخين، لذا يجب المواصلة خلال أولى الأيام التي تلي شهر رمضان على هذا الدرب، فرمضان هو فرصتك للإقلاع عن التدخين أو التقليل منه. أكدت نتائج دراسة أجريت في 2015 برئاسة الباحث القطري سريان إسماعيل أن محاولات الإقلاع عن التدخين تحقق أعلى مستويات النجاح خلال شهر رمضان. لا تقتلوا فرحة العيد بالتناول المفرط للحلويات والسكريات، ولا تجهدوا الجهاز الهضمي بكميات كبيرة من الأكل، بل يجب الانتقال إلى النظام الغذائي الطبيعي تدريجياً، ولما لا الإبقاء على العادات الصحية السليمة للأكل المكتسبة من شهر رمضان. صح عيدكم وتبقى صحتكم بخير.